النبي يجلس في غار حراء يتعبد لربه سبحانه وتعالى، ثم يأتيه ملك الوحي على جميع الأنبياء والرسل جبريل عليه السلام، أمين وحي السماء منذ بداية آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يخبر الأنبياء بالوحي الكامل هو جبريل عليه السلام. فجاءه الوحي، نزل عليه جبريل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فإذ بجبريل يقول له: يا محمد. قال: نعم. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. في كل مرة ما بين الثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال له اقرأ يقول: ما أنا بقارئ، ليس رفضا للأمر، ولكن النبي كان أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما اتهموه المشركون بأنه افترى في الوحي وأنه جاء بالقرآن من عنده، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال: النبي الأمي الذي يجدونه موجودا عندهم في التوراة والإنجيل. وربنا سبحانه وتعالى أخبر في آيات عدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيد القراءة ولا الكتابة. ثم إن ذلك سيتأكد بعد فترة إن شاء الله في خطبنا لما نتحدث عن غزوة الحديبية، كيف كان النبي لا يجيد القراءة والكتابة، وأثبت ذلك مع علي رضي الله عنه. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فيقول: ثم يغطني غطة، يضمني ضمه جبريل حتى يبلغ مني الجهل، أو حتى أكاد أن أموت، ثم يرسلني فيقول: اقرأ، فأقول: ما أنا بقارئ، فيضمني ضمه حتى أكاد أن أموت على 3 مرات. ثم قال: ما أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم. 3 آيات بس الذين نزلوا من سورة العلق، عشان ناس كتير بتظن إن سورة العلق نزلت كاملة، ولكن لم ينزل منها إلا 3 آيات في الأول. اللي بيظن إن سورة العلق نزلت كاملة نقول له: لما ربنا قال: عبدا إذا صلى، كانت الصلاة لسه لم تفرض. ولما ربنا قال: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، الحديث ده كان مع أبو جهل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مهما دعوت سأدعو أنا. يعني جبريل بيقول له، أبو جهل بيقول له: أنا هدعو بتوعي أو الرجال بتوعي. فقال له ربه: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. فلم تنزل إلا 3 آيات الأول على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج جبريل بعد أن فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج جبريل من هذا الغار ففر النبي وراءه يريد أن يراه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حينما خرجت أبحث عنه فإذا بصوت ينادي ويقول: يا محمد. فنظرت في السماء فوجدته في السماء يقول لي: أنت رسول الله وأنا جبريل. يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس اللي بتقول لك سيدنا محمد كان بيشوف جبريل أو شاف ربه، ده سيدنا محمد لما كان بيشوف جبريل كان يهتز جسده بالكامل، تهتز الأرض لرؤية جبريل. فيقول النبي: أنظر إلى يميني فأراه ملؤها، أنظر على يساري فأراه ملؤها، أنظر من الأمام فأراه يملأها، أنظر إلى الخلف فأراه يملأها. فجبريل عليه السلام كان له 600 جناح. ويقول النبي: لما رأيته على صورته الحقيقية وجدته يسد ما بين الأرض والسماء. فكيف يتخيل العقل قوة جبريل عليه السلام؟ لما بنيجي نقول سيدنا جبريل مثلا في ليلة القدر نازل إلى الأرض، أنت غير متخيل بعظمة سيدنا جبريل، أعظم الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض، الذي إذا جاء إلى مكان اعلم أن وجوده هذا عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذن فأخذ يحدث جبريل ويحدثه جبريل. ولكن قبل كده نسينا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سيره من بيته إلى غار حراء كان دايما بيحصل مع الأمر ده. هو ماشي لحد عمال يلقي عليه السلام:
السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا محمد. فينظر النبي فلا يجد أحد، فينظر النبي فلا يجد أحد. بعد ذلك بعد مدة سأل النبي جبريل بما كان يحدث معه، قال يا محمد هذا الحجر والشجر يسلم عليك. شفنا قبل النبوة وقبل ما تنزل عليه الرسالة كان وهو ماشي الحجر والشجر يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا في غفلة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكفى همه ويقضى دينه ويفك كربه ويشفى مريضه وتنجب زوجته ويحدث له كل خير فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد. وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حينما جاءه أحد الصحابة يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي عليك؟ فحدثه النبي حتى لو جعلت الوقت كله في الصلاة عليه إذا تكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه، كل حوائجه ستقضى بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذهب إلى السيدة خديجة. لما بتكون الزوجة كويسة، احنا دلوقتي الواحد لما ممكن يشوف حلم بالليل كده ولا يجي له كابوس بالليل، لو قام مفزوع من النوم مش هيلاقي حد يقويه، مراته ممكن تصوت وتطلع تطفش من البيت. لكن السيدة خديجة كانت أمن وأمان على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما جاءها فقالت ما بك يا محمد؟ فقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. اسمع بقى من السيرة السابقة بسبب سيرته اللي هي تزوجت بها النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتطعم المسكين وتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. خدتها منين؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه الرسالة، فاستنبطت ذلك وأعانته على ذلك وقالت له ما الأمر؟ فأخبرها بما حدث. قالت له إذن اذهب معي إلى ابن عم أو إلى عمي ورقة بن نوفل. ذكرنا احنا ورقة بن نوفل الخطبة الماضية وكيف كان بحثه عن الإسلام، وقلنا أنه تنصر وأصبح من أحبار أو رهبان النصارى المعروفون وبقى من علمائهم. فلما ذهبت إليه أخبرته بما حدث وسأله ورقة بن نوفل ما بك؟ فأخبره، ثم قال والله يا محمد لئن كان حدث معك ذلك فإن هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى. من هو الناموس الأكبر؟ هو جبريل. الناموس الأكبر في التوراة والإنجيل هو جبريل عليه السلام. يا محمد إن كان ما نزل عليك هذا بحق فهو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، وإن كنت معك حين يخرجك قومك لأنصرنك. ودي اللي بيقولوا عليها إن ده إثبات إيمان وإسلام ورقة بن نوفل، والكلام في إنه يدخل الجنة بالكلمة دي، لأنه أثبت إنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. لو أنا وراك ساعتها أو كنت حي سأنصرك حين يخرجك قومه. قال أو هم مخرجين؟ قال ما أوتي أو ما جاء أحد بما جئت به إلا أذاه قومه وأخرجوه وعادوه ونهروه. ودي بداية تأكيد إن ده بداية الوحي الإلهي لوصف النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم.